الزمالك ونعرف تعليقه ايه بعد تعادل الزمالك وسموحه النهارده في ختام الاسبوع السادس من بطوله الدوري. سياده المستشار ازي حضرتك؟ يا استاذ كريم ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام كله تمام الحمد لله تمام. يعني اتفرجنا مع بعض على المباراه. الزمالك كويس يعني رغم انه ما كسبش لكن الزمالك كويس. بص يعني انا بس عايز اقول لك احنا عايزين فييرا يجي. فييرا جاي مرعوب من مؤمن. فييرا ده عنده لعيبه ما تقلش عن الزمالك. بالعكس عنده نجوم. الزمالك احنا اللعيبه اللي اشتريناهم الونش والوحش دول مش نجوم خلي بالك. لكن النهارده مع تحفظي على حاجه كده اقولها. ادي فييرا اللي كان الزمالكاويه هاتوا كان انا اسف يعني كان فار مذعور قدام مؤمن. الكره مش عايزه تخش دي قضيه ثانيه. لا لعبوا ماتش محترم جدا جدا. المدرب تغييراته كلها تغييرات محترمه تمام. ودي كوره رياضه. انا بس اللي عايز اطلبهم اللي البعض بيطلبني يقول لي انا مش معقول كل ماتش حد يطلبني يقول لي غير الجهاز وكل شوط غير الجهاز وكل 5 دقايق في الماتش غير الجهاز. جهاز عمل ماتش محترم جدا. الكره مش عايزه تخش دي قضيه ثانيه. لكن انا عايز انبه مصطفى فتحي لو وقفت فوق نافوخك مش هتحترف خلاص. تاني لو وقفت فوق نافوخك 100 سنه لن تحترف حتى لو جبت 10 مليون يورو. ايه السبب؟ لا لانه احنا اصل انا عندي معلومات ان الوكيل بتاعه قال له اعمل ده عشان الناس تزهق وتمشيك. اعمل ده اللي هو ايه يا استاذ مرتضى؟ اعمل ده اللي هو ايه؟ اللي انت شفته ده النهارده الكوره اللي هو ضيعها وما رضيش يوصيها لزميله وكوره مش عارف ايه وقعد يقول لك انا ما بسمعش وانا بسمع والكلام ده كله. دي خطه معموله الوكيل بتاعه كان عاملها تمام. وبعدين رئيس النادي بتاعك يا ابني ده راجل من رود الفرج بتربي في الحواري. اللي انت عملته ده مش هيمشي معانا مش هيمشي. لكن ما تيجي تتكلم عن الوحش سيبك بقى من علي جبر طبعا مستواه الحمد لله. تتكلم عن ريكو تتكلم عن دونجا تتكلم عن حسني تتكلم عن ناصر واخد بالك. لا يعني مجموعه من احمد رفعت طبعا كلهم كويسين طبعا جعفر لم يختبر. لكن مفيش ولا كوره اتشاطت على جنش بالظبط. وشوف ابو جبل شال كام كوره واخد بالك انه لا عنده نجوم لا فريق تقيل واخد بالك. فانا طبعا سعيد باداء الاولاد وزي ما قلت قبل كده النتيجه دي العب برجوله. الان لغايه ودي بقى اللياقه البدنيه كمان بتوع يعني بتوع انا اسف لعيبه سموحه وقعوا. لو شفت اخر ربع ساعه وقعوا تمام. لعيبه الزمالك لغايه اخر ثانيه اللياقه البدنيه بتاعتهم مرتفعه. كل ما تخش كل ما تخش دي بقى دي حاجه بتاعت توفيق ربنا ما بتزعلش. العب برجوله العب باخلاص والتوفيق ده من عند ربنا. وزي ما انا قلت لهم امبارح انت العب وبعدين ما تبصش للاهلي كسب مرتين ولا العب. لا ما هو الناس الجماهير اللعيبه ممكن ما تبصش لكن الجماهير بتقلق. يعني مثلا دلوقتي هتلاقي جاي لي على الرسائل جمهور الزمالك قلقان ان الاهلي كسبان 5 ماتشات وعنده 16 نقطه والزمالك بيبدا يتعادل من تاني ماتش ليه مع سموحه. بس عايز اقول خلي بالك ان الزمالك جاي من معركه كبيره طبعا. واللعيبه دي ما لعبتش مع بعض يعني التوليفه دي ما لعبتش مع بعض قبل كده. لكن عايز اقول للجماهير سيبوا الجهاز الفني يشتغل ومجلس الاداره. لان انت عارف انا عندي نظام لا باخد براي الجماهير ولا في دماغي راي الجماهير. يعني الجماهير تقول لك بيمشي مؤمن لا بيقعد. ما دام انا شايف رؤيه وكلنا شايفين رؤيه انه مدرب محترم وعامل النهارده ماتش محترم جدا جدا. وبعدين هو بيلاعب مين؟ فييرا ده مش كان مدرب منتخب ايران ومدرب مش عارف منتخب ايه مظبوط؟ كويت اعتقد العراق والكويت وراح ايران فتره. لا العراق والعراق تقريبا تمام. ومع ذلك انا شفت فييرا مرعوب يعني مفيش ولا. وبعدين نزل كل اللي عنده كل اللعيبه اللي عنده لعبت واخد بالك. انا بقول ماتش الحمد لله عدى على خير. اللي جاي هيبقى افضل. تخيل المجموعه دي اول مره تلعب مع بعضيها. فعايز اقول للجمهور من فضلك يا جمهور يا محترم احنا مش بنحاسب بقى انتوا حيرتوني هنحاسب ماتش ولا بنحاسب نهايه الموسم. وارد انك هتكسب وتخسر وتتعادل وتكسب وكل ده رد قدامك. في النهايه انا شايف ان الصفقات كلها صفقات محترمه. وانا سامعك وانت بتطلبني حد معاك ما اعرفش مين اللي كان معاك. شادي برضه. عايز العنوان المره دي ولا يا ست المستشار؟ بالك وشادي انا سامعه انا كنتش عارف مين بيتكلم معاك انه بيقول لك الصفقات كلها لا كويسين بصراحه واخد بالك كلهم بلا استثناء. وبعدين ولسه كمان مع الماتشات لما ينسجموا ويلعبوا كده المستوى هيتحسن. وبعدين خلي بالك انت النهارده مفيش طارق حامد يلعب
مفيش ايمن حفني بيلعب مش كده؟ لا عندك لعيبه كتير النهارده ما بتلعبش من اللعيبه المؤثرين. فانا بقول الاداء محترم، النتيجه دي بتاعت ربنا طبعا، توفيق عدم توفيق. شوف كام كوره من نادي الزمالك ابو جبل صدهم، ويا ريته كان بيعمل كده لما كان عندنا. لكن هو تعرف بيبقى مطلع طاقته الكامنه في الفريق اللي هو كان بيلعب ضده، يعني كان معاه قبل كده. زي عمرو سعد، شوف موت نفسه النهارده ليه؟ لان الزمالك كان متعاقد مع عمر سعد الباك ليفت. يعني هتلاقي كده دايما اللاعب اللي كان هيروح نادي او كان في نادي ومشي قدام النادي بتاعه القديم بيبقى يعني موت نفسه، طلع كل طاقته. فريق سموحه فريق محترم، كل لعيبته نجوم خلي بالك. والفريق ده كان الاول لغايه الاسبوع اللي فات قبل المدرب المصري. فريق الزمالك ده اول مباراه، انا بعتبرها اول مباراه في الموسم. ما تنساش انه مؤمن كان عنده مشكلتين، انه كان عنده فريقين بيدرب فريق وفريق تاني ما شافوش اصلا. صح. هو بيجرب دلوقتي، طب حسني فتحي ولا اسامه دونجا ولا ريك ولا احمد رفعت. شفت الكوره بتاع احمد رفعت دي لو كانت جت في الجون كان خلاص الماتش. وستانلي ومصطفى فتحي اللي قاعد يعمل يمين وشمال يعني. طيب استاذ مرتضى، حاسس ان في ناس متربصه بمؤمن سليمان او بدات؟ طبعا يعني من جوه النادي. طبعا يعني كمسؤولين ولا اعضاء؟ لا مش مسؤولين، لا مسؤولين كلهم وراه بيساندوا طبعا، قاعد مع مجلس الاداره بيساندوا. لكن انا عايز اكلمك بصراحه، في ناس مستكتره على مؤمن سليمان ان يبقى مدير الفني لنادي الزمالك. واخد بالك؟ زي ما كان في ناس مستكتره على حسن شحاته يبقى مدير الفني لمنتخب مصر. هتلاقي ناس كده على فكره. وناس مستكتره على حسام بدري يبقى مدير الفني، او محمد يوسف مثلا لما كان في النادي الاهلي، او فتحي مبروك. هتلاقي كده هنا وهنا. واخد بالك؟ مؤمن بيكمل باذن الله. انا شايف فيه تقصير في ماتش النهارده. المؤمن راجل لاعب بخطه، حاصر خاصه الشوط الثاني سموحه في ضمن ملعبه. سموحه في اخر ربع ساعه زي ما تشوف كان، انا اسف يعني لعبته بتشلت يمين وشمال، مفيش هجمه منظمه، انت كل هجماتك منظمه. لاول مره اشوف الزمالك بيلعب من فتره يعني بطريقه جماعيه. يعني النجم في الماتش النهارده الفريق كله اللعب الجماعي. طيب الناس بتتساءل شيكابالا بره السكور ليه؟ بره القايمه ليه؟ هل هو مصاب؟ شفناه في ماتش سان داونز مش مصاب، يعني خرج مش مصاب. اسلام جمال نفسه اتقال على اسلام جمال اللي هو مش ملتزم خارج الملعب، والمسؤولين في نادي خلينا نتكلم بصراحه، يعني المسؤولين في نادي الزمالك عرفوا معلومات كده ان هو مش ملتزم وحاجات مش مظبوطه خارج الملعب. شيكابالا واسلام جمال، لا الشيكابالا انا مش يعني بعيدا عن موضوع اسلام جمال، لكن شيكابالا الناس بتتساءل النهارده بره ليه؟ هل ده قرار مثلا من الاداره ان يبعدوا شيكابالا؟ وانت متخيل ان في رئيس نادي محترم او اداره محترم يقول لمدير فني ده يلعب ولا ما يلعبش؟ لا يعني هو بس الناس بتتساءل. اصل شيكابالا كان في اخر مباراه موجود مع سان داونز. يعني شيكابالا لا، بص انت خد رايي ده. تمام. طول ما انت عمال انت وغيرك يا كريم بتقول شيكابالا وانا عندي 29 لاعب، خلي بالك ده بيأثر نفسيا ومعنويا على بيت الفريق. اللعيبه دي كلها رجاله، وانا قلت الكلام ده امبارح مع مؤمن، اللي هيقول العب وما العبش ويجي لي هقول له بره. هو بيختار، هو اللي بيقول مين القايمه، مين اللي بيقول احتياطي، مين اللي خارج. ممكن يكون هو مؤمن شايف شيكابالا حاجه انا مش شايفها ولا انت. ممكن يكون شايف اسلام برضه حاجه انت مش شايفها ولا انا. تمام. لكن دي يعني دي حاجه فنيه من المدير الفني ولا اسلام ولا الكلام ده كله. انا اللي يشغل بالي انا عايز فريق جماعي زي اللي شفته النهارده. العب برجوله وفي النتيجه ربنا وفقك وكسبت، يا سلام منتهى السعاده. لعبت برجوله ومفيش توفيق، بقول ده رضا ربنا. تمام. ومن قاعد ماشي اوكي. احنا ما سالتكش انا انا عارف الاجابه. لا اقول لك ليه، بس اقول لك كده. اصل خلي بالك يا استاذ مرتضى، احنا في مصر الجماهير بتقلب في ثانيه. يعني مؤمن ده اللي خد كاس مصر وكسب الاهلي وكسب الاسماعيلي وكسب الوداد، لكن كان في بعض الاخطاء بعد كده وضاعت بطوله افريقيا. لكن هي الجماهير كده، جماهير الكوره كده هتكسب. بص الاهلي والزمالك والفرق اللي بتاخد بطوله، جماهير الزمالك فوق دماغي، بس اللي هي لا هتدير النادي ولا هتدير فريق الكوره بالظبط. يبقى لان الجماهير دي 30 35 40 ايا كان عددهم، كل واحد له راي مختلف عن الثاني. لو انت سمعت لكل واحد فيهم اعتقد انك انت في الاخر ممكن تتجنن. لكن انت راجل خلاص حطيت ثقتك في جهاز، والجهاز مكمل زي ما بقول لك، طول ما هو مفيش بينهم مشاكل
وبينهم حب، وده مهم جدا، وانا طول من الكلام ده. طول ما انتم مترابطين وبتشتغلوا باخلاص مع بعض وفي حب بينكم واخلاص، هتيجي ناحيتكم. اول ما الاقي مشاكل زي ما حصل مع محمد حلمي والمجموعه اللي فاتت، واضراب وما لا مش هنروح الملعب واحنا عملنا اضراب والكلام ده كله، شكرا، مع احترامي طبعا لمحمد مدرب عظيم جدا، شكرا بره. تمام. فانا بقول بس للجماهير من فضلكم، ده اول ماتش. مؤمن كان عنده فريقين، في فريق تاني خالص ما شافوش الا النهارده. ان شاء الله عندنا ماتش انبي هو المصري، بعد كده عندنا توقف 13-14 يوم. القوام بتاع الفريق تقريبا هيبقى عنده، لما تاخد 7-8 لعيبه من الزمالك هيبقى عندك حوالي 22 لاعب بالظبط. هيبقى قوام صحيح يقدر يشتغل عليهم، يعرف اسامه ولا حسني، ريجو ولا دونجا، يعني هتبقى راس الفرصه قدامه. لكن انا بقول للجمهور من فضلك، لو انا مشيت ورا كل واحد من الجمهور، كل واحد في الجمهور ليه راي مختلف، يبقى اذا لا اصلح ان ادير مؤسسه بحجم نادي الزمالك. اكيد. بشكرك يا استاذ مرتضى.